السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم زيان سباتيس للطبخ والحلويات. اليوم جبت لكم وصفه ديال التقليه بطريقتي الخاصه، كتجي لذيذه بزاف، سهله دغيا كتوجد وفيها مكون خطير ما يطيحش لكم على البال واللي ما كنستغناش عليه في الاطباق ديالي. ما نطولش عليكم، ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. اذا غادي ناخذوا التقليه ديالنا اللي كنت غسلتها مزيان. انا ما كنغسلهاش حتى نحيد منها ديك الجهه اللي كتكون حرشه، كنخليها شويه، يعني كنقص منها غير شويه وكنخليها، ما كنبغاش تكون رطبه، فهمتي، كنبغيها تكون شويه حرشه. المهم واخا غسلتها غادي شنو غادي ندير، غادي نسد عليها دابا، ما دايره معاها لا مالا حتى شي حاجه، غادي نسد عليها وغادي نخليها حتى تطلق هذاك الماء كامل اللي فيها، وديك الزفوريه كامله غادي تحيدها. ها نتوما كيف ما لاحظتوا راه ما زدت لها لا حتى شي حاجه، شوفوا الماء اللي طلقات، راه ما زدتش فيها نهائيا قطره ديال الماء، كتطلق الراس هذاك الزفوريه وداك الماء كامل اللي فيها كيطلق. شنو غندير دابا، غادي نصفيها وغادي نعاود نغسلها ونرجع معكم. هنا بعد ما غسلنا التقليه ديالنا كنضيفوا ليها قطع ديال اللحم الراس، اللي كيزيد يعطيها مذاق افضل. اللي ما عندوش يقدر ما يديرهوش، ولكن هو كيزيد يعطي البنه اكثر. كنضيفوا ليها الحمص اللي كنا رطبناه من قبل، انا كنرطب واحد الكميه وكنديرها في فريغو، الوقت اللي كنحتاجها كناخذ منها. تقدري تستغني عليه وتعوضيه بزيتون حمر. كنديروا بصله مشلضه رقيق، كنزيدوا 3 ضريسات ديال الثومه، شويه ديال القزبر، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، وعويد ديال القرفه. انا راه نسيت ما درتوش هنايا، ولكن فاش تفكرتو في الاخر رجعت درتو. هنا المكون السر ديالي اللي كنخدم به هو العطريه ديال الشباكيه، كنت خدمتها معكم في واحد الفيديو، راه فيها تقريبا نفس العطريه اللي كاينه في المروزيه ديال اللحم. تقدروا تعوضوها بالمروزيه ديال اللحم، ولكن هذا زوين، هذا كتكون فيه الكوزه، كتكون فيه الباديان، قعقله وبسيبيسه. هنا درنا الحامض مصير، تنخدموا معكم ان شاء الله في شي فيديو حامض مصير ديال الدار. هنا كنديروا الزعفران حر شعره، كنصهدوه وكنحكوه وعاد كنخويو عليه الماء طايب باش دغيا كيطلق لينا اللون. وكنزيدوا زيت الزيتون اللي حتى هو السر ديال المذاق. ما درناش هنايا الزيت الرومي لان التقليه كتبغي زيت العود، كتجي بنينه بزيت العود. كنشحر هادشي مزيان ونرجع معكم. هنا بعد ما شحرناه مزيان غادي نضيفوا عليه الماء الكافي اللي غطيب لنا فيه التقليه، ونردوها على عافيه مهيله. طيب كل ما طاب على عافيه مهيله كل ما جا بنين كثر. هذا نرجعوها طيب ونرجع معكم في الشكل النهائي. هنا بعد ما طيبنا التقليه ديالنا كتجي لذيذه رائعه صراحه. كنرشوها برشيشه ديال زيت العود، لان زيت العود فاش كنرشوه في اي طبق في اخر مرحله كيزيد يعطي مذاق زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال التقليه ديالنا. راه شاكره راسها ما شاء الله، جات لذيذه. جربوها وردوا عليا في التعاليق، وما تستغناوش على المكون اللي عطيتكم، مكون سري ديال العطريه اللي كنستخدمها في الشباكيه، كيف ما كنديرها حتى في الطاجين، في المرقه، في التقليه، في ايتها طبق كنديرها، حتى في المسمن معمر كنديرها، كتعطي مذاق رائع صراحه. حاولوا ديروها، راه ساهله. كديري قعقله بسيبيسه باديان صافي وكوزه، وكطحنيهم وديريهم في قريعه وتبقاي تخدمي بهم. وصلنا لاخر الفيديو. الى عجبتكم الوصفه والمحتوى ما تنساوش دعموني بلايك واشتراك في القناه، وخليوا لي تعليق زوين كيشجعني نكمل معكم. وشكرا، وتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.